طبعا اعتذار الوالد عيدرس الزبيدي، نعتذر منه صراحة ومحبينا وللشعب الجنوبي كامل، الشعب اليمني. طبعا هذا كان فكرة أنيس منصور. أنا كدكتورة نجوى الصراحة التقيت بأنيس منصور كدكتورة في المستشفى وكذا، فعرض علي على الفكرة، وهو عارف أن أنا من النوع اللي أموت في الشهرة، وكمان أحلم أن أكون كمان بطلة مسلسل، فهو افتكر علي الفكرة دي، فأنا عجبتني، فقال بتكوني بطلة مسلسل وبطلة ترند في تويتر، في منصة اكس، في كذا، أنا كمان بطلعك في شاشة تلفزيون كثيرة. أنا الصراحة وهو فعلا طلعت ترند في منصة اكس، بس بعد ما اشتهرت جبنا معلومات ونقول صراحة المعلومات بس هذه الصراحة انها المعلومات املاك الأخيرة بطلنا. فعلا المعلومات الأخيرة أنا خفت منها، هنا قلت ستوب. صراحة المعلومات فعلا خطيرة، أنا خفت، فقلت ممكن أنا عيدرس الزبيدي يشتكي عليك بالضبط. قانونيا ويشتكي أيوة علينا. بالضبط. كيف نتكلم باشياء فأنا ما هيش يمكن ما هيش املاكه من الاساس، نتكلم في املاك وما املاك. عيدرس الزبيدي يمتلك املاك في اليمن، في تركيا، في ماليزيا.